رضا بحد الملعب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على طول محمد رضا. في ليلة حمراء وتتويج النادي الأهلي بلقب الدوري المرة 43. النهارده عمل ماتش حلو قصاد الحرس، والحرس برضه قدم ماتش كويس. رجاله يعني انا عندي احساس ان محمد مكي ده لو كان ماسك الحرس من الاول ما كانش هيهبط بصراحه. يعني فريق والله محترم، والحارس اللي هو كريم اللي هو حارس مرمى الحرس ده حارس متميز وحارس كويس وماتش كويس والف مبروك بحضور النجم اللي هو منتقل من نادي ميتلاند، النجم امام عاشور، وقت المدرجات. اما نشوف هيعمل ايه بقى. انا عندي احساس ان هو مش هينجح في النادي الاهلي يعني ان شاء الله. ألف مبروك لجماهير النادي الأهلي ببطولة درع الدوري للمرة 43، وبالتوفيق في المباريات القادمة والموسم الجاي إن شاء الله يكون في منافسة قوية ما بين الأندية، يكون في روح يعني وفي ند كده. انطلاق الامام احمد داوودة لما كورته حلوه. داوودة منتهى الخطوره، الهجمه تصل فمسائل حلوه بقى يا ابني. نلعب بقى. الله الله، جون بقى، جون الله. الحرس اتعادل، هو نجم داوودة ابن المنوفيه، ابن جمهوريه شبين الكوم. يعني عمل تمريره وقط مروان عطيه وخده يمين في شمال، وهدف التعادل ويعني وخطأ اهو بين خالد عبد الفتاح، حط هدف في مرماه، وتبقى النتيجه كده الدقيقه 1-1. ايوه 1 الاهلي 1 نادي حرس. بصراحة الحرس عامل ماتش جامد وماتش عالمي، وشكله هينكد النهارده على الاهلي في التتويج، والتعادل يعني هيبقى بطعم الهزيمة. يعني بصراحة محمد مكي عامل فريق من ساعة ما استلم الحرس، وهو عامل فريق محترم نشيد بيه ونشيد بالفريق، وعمل منظومة حلوة بصراحة. على قد ان هو لو الاهلي كان كسبان برضه، بس بصراحة فرقة تحترم مع محمد مكي، وبصراحة رجالة ولاعبين ماتش عالمي قدام الاهلي، وبصراحة عيال رجالة ولاعيبي الكورة بصراحة محترمين. على طول القاضي الباص والهجمه لفيليكس وده الخطوره، باص حلو على الشمال من افشر، ترجع عبد الفتاح. يعني بصراحه حي الحرس على الاداء الرجولي وعلى الرجاله وعلى حارس المرمى بتاعهم. بصراحه حارس عنده موهبه في حراسه المرمى، وبالتوفيق ودلوقتي كهربا جاب الهدف الثاني من خطأ حارس مرمى. يعني انت بصراحه عامل ماتش حلو وبتاع، يعني ملهاش لازمه بقى الكوره دي، يعني ما تجمد كده وانشف بقى. يعني الدقيقه 97 يعني حرام يعني بقى. يعني ما كنت عايزك، يعني مش عارف انا والله اقول ايه، مش عارف اقول ايه. بس وهدف النادي الاهلي جت اهو، الفار رجعه والكوره ايه في ايده، وبرده الماتش كويس ان هو برده تعادل 1-1. انت كهربا عامل نفسك زي فطوطه كده وبتاع، يعني في ايه يعني تعادل. وبصراحه الحرس عمل ماتش جامد وماتش عالمي، ونكد على الاهلي في ليله الاهلي وتتويج الاهلي بالدوري، وعقبال الماتشات القادمه ان شاء الله، وكل سنه وانتم طيبين والف مبروك، وعقبال الدوري السنه الجايه ان شاء الله. وكهربا، انت كهربا بتعترض على ايه؟ الكوره جايه في ايدك اهي، انا عايزها جون وانتوا عايزينها جون بالعافيه. انا ما شفتش كده في حياتي يعني. امام كهربا ما الكوره اهي في ايدك اهي، واقفه بقالها ساعه على ايدك اهي، بقالها ساعه على ايدك، يعني في ايه؟ فيعني ما مش كده يعني. فبصراحة الحرس عمل ماتش عالمي، وكولر واقف على الخط، يعني جاي له حسرة وجاي له سدة نفس وبتاع، ويعني يوم جميل في يوم حب النادي الاهلي بالنسبه للجماهير العظيمه. اضرب في نص الملعب، ترجع لمصطفى جمال.
والاهلي النهارده عمل مباراه كبيره جدا جدا. فألف مبروك للنادي الأهلي تتويجه بدرع الدوري، ورجالة حرس، ونشوفكم إن شاء الله السنة الجاية يعني المدرب كولر في الممتاز بيه يعني، وتصعدوا يعني السنة الجاية. ويكون بصراحة محمد مكي مدرب محترم، ويحترم إن هو عامل فرقة زي دي. بصراحة لو هو من أول الدوري ومعاه الفرقة دي يعني ماسك الفرقة دي ما كانتش نزلت بصراحة. انطلاق الامام، محاوله على كورته الناوي. فبصراحة يعني فرقة محترمة، وفرقة يعني رجالة. حكم المباراة صفر بنتيجة نهاية المباراة والتعادل 1-1. وألف مبروك برضو المرة الثانية والثالثة للنادي الأهلي ببطولة الدرع الدوري بحضور إمام عاشور في المدرجات. فريق الحرس عمل مباراة جامدة، نشكره على المباراة. رجالة بصراحة عملوا مباراة عالمية ومباراة جامدة، وعقبال المرات القادمة. السلام عليكم.